واخيرا حقيقة انتقال رونالدو لنيوكاسل على سبيل الاعارة من النصر السعودي. وايه اللي جاب السعودية في جنوب افريقيا؟ هل رونالدو يقصد حاجة معينة احنا مش واخدين بالنا منها؟ لا لا لا، بص اسمع بقى مني الكلمتين دول. انا محمد سعد الله، دوس لايك ويلا بينا على التقرير. في الايام اللي فاتت ظهرت اخبار هنا وهناك ومن منصات كبيرة ومن منصات مش كبيرة ان عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بيحتوي على بند بيقول ان كريستيانو هينتقل على سبيل الاعارة لنيوكاسل يونايتد الانجليزي في حال صعود نيوكاسل لدوري الابطال. علشان بعد المطوحة اللي حضرتك اتمطوحتها في الايام اللي فاتت تشوف التقرير بتاعي ده وتسمع مني النهية. عارف ايدي هاور المدير الفني نيوكاسل شخصيا طلع نفى صحة الخبر وقال ان كريستيانو رونالدو مفيش اي حاجة بتربطنا بيه ولا اي حاجة بتربطه بينا، لا من بعيد ولا من قريب. قال انتوا بتجيبوا الاخبار دي منين؟ والله يا عم هوا الاخبار دي سمعناها من صحف بريطانية واسبانية، قالت ان في بند بعقد رونالدو مع النصر السعودي بيسمح له الانضمام لنيوكاسل في الموسم المقبل على سبيل الاعارة في حال تأهل نيوكاسل لدوري ابطال اوروبا. وعلى رأس الصحف دي ماركا الاسبانية، والصراحة انا بصدق كلام ماركا لانها اول صحيفة اتكلمت عن خبر انتقال الدون للنصر السعودي اصلا. لكن كلام ماركا قصاد تصريح ايدي هاو يحير. بس انا برضو بقول لكم ما تحتروش، لان الحيرة دي حصلت قبل كده اصلا في خبر انتقال الدون للنصر، ولما طلع رئيس نادي النصر السعودي وعمل الرياكشن ده. عبد الله، ايش صار على موضوع كريستيانو؟ ونفى خبر الانتقال هو كمان، لكن ماركا اصرت على اخبارها وفعلا طلعت هي الصح. طب اسمع بقى كلمتين من محمد سعد الله اللي لا ماركا ولا غيرها في العالم قالتها. المكان مكاننا والهوا هوانا، عندنا فضائية. اشمعنى نيوكاسل؟ اقول لك انا ليه بقى، ركز معايا. نيوكاسل يونايتد كان ملك رجل الاعمال الانجليزي مايك اشلي اللي باع اصول النادي بالكامل في سنة 2021 لمين؟ هقول لك، لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اللي رئيسه مين؟ الشيخ ابو فيصل ياسر ابن عثمان، وهو الرئيس الغير تنفيذي لنيوكاسل الانجليزي. وبالمناسبة على فكرة هو الرئيس التنفيذي الأكبر شركات النفط في السعودية أرامكو. اللي أنا عايز أقوله لك لو أنت مكانه ربنا يكرمك يا رب. المهم، وبتمتلك نادي إنجليزي واحتمال يشارك بدوري الأبطال، وبنفس الوقت أخوك وحبيبك وابن عمك وابن بلدك عنده صاروخ ماديرا، فهل من المستحيل يكون في شك في وجود بند شبه كده في عقد رونالدو؟ مستحيل. يعني بالمصري كده وزي ما بنقول زيتنا في دقيقنا. والكلمتين دول حصري من اخوك محمد سعد الله. فيا ترى يا هل ترى ايدي هاو بيحور علينا زي ما قال معمر رئيس النصر كان بيحور علينا؟ انا بس بدي افهم، عايز افهم انتوا ليه بتحوروا علينا يا اخوانا؟ دي رياضة، كرة قدم، مش اسرار عسكرية والله. فيعني خلينا نقول بناء على اخر ابديت، اخر تحديث للخبر ده، ان كريستيانو مش هينتقل لنيوكاسل في حال تأهله بناء على تصريح ايدي هاو نفسه. لكن يا خبر النهارده بفلوس، بكره لما نيوكاسل يتأهل يبقى ببلاش عندي هنا في قناتي وبصوتي. طيب ايه بقى علاقة السعودية بأم جنوب افريقيا دلوقتي؟ يعني ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ So for me it's not the end of my career to coming South Africa. This is why I wanna. هل كريستيانو اتلخبط؟ سهى عليه مثلا؟ طيب سهى عليه ازاي اذا كان هو قايلها كلمتين، قال ساوث افريكا؟ يعني لو فعلا كان نسى والاي كيو بتاعه هنك في اللحظة دي، كفيلة كلمة ساوث لوحدها تفكروا انها مش افريقيا. الله، امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا صديقي انا قلته لك قبل كده في مسيرة رونالدو بالجزء الاول. كنت قلت لك ان رونالدو جاهل امي ما بيعرفش يفك الخط. اسمع كده، انا كنت قلت لك ايه في المسيرة؟ رونالدو الطفل، ركز، اعتقد انه يقدر يلعب الكورة بشكل احترافي، فاخد قرار مع والدته بخصوص دراسته انه يتوقف عنها، وبعد مشاورات امه وافقت على قراره وقالت له سيب المدرسة يا ابني وروح اتوكل على الله والعب كورة. يعني ايه؟ الدون ما بيعرفش يفك الخط؟ والله الورق بيقول كده، انما الفلوس بتقول حاجة تانية.
فمن الاخر رونالدو دماغه لا تفقه شيء في الحياة سوى كرة القدم. ولو هتستغرب كلامي فخليني اقولك ان مفيش ابسط من ان السعودية في جنوب افريقيا. وبس كده يا رفيق، الليلة من الكورة بصوت محمد سعد الله. اشوفكم بكرة بالليل.